اسهل لحمه بارده هتعملوها، ونعملها بطريقه مختلفه شويه مش زي الطريقه التقليديه. وسر الصوص البني. شايفين ما شاء الله هنا شاربه الصوص. ولو لسه ما اشتركوا وفعلوا زر الجرس ولا نبدا نشوف عمل لنا ازاي. وقبل ما نبدا نسمي بالله نصلي على حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد. واول حاجه معايا عرق التريبيانكو. ده شكل عرق التريبيانكو، بيبقى جاي قطعه على بعضها كده، وطبعا بيختلف حجمه من ذبيحه لذبيحه، وبيبقى من اول كيلو ونص بيوصل معاكي ممكن لحد 4-5 كيلو. ده ما بيتعملش على اللحمه بارده بس، بياخد وقت شويه في السوا، عكس عرق الفيليتو تماما. عرق الفيليتو بيبقى اطرى حته في الذبيح، بيتعمل منه وصفات كتير، ومنها ممكن تعمليه شوي او تعمليه بكاته او ستيك او ورقه لحمه او شاورما او كباب حله، اي حاجه من الحاجات دي. وطبعا الكل بيستعمله في الشوي لانه ما بياخدش وقت في السوا خالص. انت بتجيبيه من عند الجزار، لو مش متنضف بتنضفيه، ممكن كمان تطلبي منه ان هو يربطهولك، بس انا جبته كده عشان نربطه مع بعض. ما ربطته بالطول هرجع اربطه بالعرض كده. وطبعا ممكن تستغني خالص عن خطوه التربيط دي، هي بس بتخلي العرق معايا ماسك نفسه. بعد ما ربطت معايا العرق هنشفه. في الوقت ده جاهز تتبيله العرق. معايا حوالي ربع كوبايه من زيت الزيتون، ممكن لو مش موجود زيت زيتون عندك تستعملي زيت عادي او ممكن زيت. حطيت عليهم 5 فصوص كبار من الثوم المهروس، ومعلقه صغيره من الثوم البودره والبصل البودره والفلفل الاسود والزعتر، ولو موجود روزماري فريش تضيفيه. ملح. التتبيله دي اتبل العرق. بسم الله. طبعا في ناس بتزغد العرق وتحط فيه توم، انت لو حابه تعمليها بس بتبوظ معاكي العرق شويه، بتيجي تقطعيه ما بيكونش القطعه ماسكه نفسها. واركن بقيه التتبيله دلوقتي هنحتاجها مع بعض ان شاء الله. هنا صينيه على النار او ممكن الجريل، اي حاجه موجود عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. واضيف كده معلقتين كبار من الزيت، واضيف حوالي 3 مكعبات من الزبده. طبعا النار معايا عاليه ما تهديش. طماطمتين وبرد، واضيف كمان 3 فصوص من الثوم، هنشوحهم كده مكان العرق عشان ناخد كل البهاريز القطنيه دي. هنا معايا العرق، هضيف عليه بقيه التتبيله. دي بقيه التتبيله اللي احنا محضرينها مع بعض في الاول. وشوحت الخضار وحطيته تحت العرق بالشكل ده كده. واضيف له كده كوبايه من الميه السخنه، وهقفل عليه وادخله اسويه في الفرن. انت ممكن عادي تقفليه وتسويه على البوتاجاز، او ممكن تحطيه في كيس حراري، وهنقفل عليه بورق زبده وورق فويل، وهندخله الفرن على درجه حراره 250. هياخد معايا حوالي 3 ساعات. ده لو هسويه سوا كامل، انما انت لو عاوزه تسويه سوا ميديم هتدخليه الفرن نفس درجه الحراره ساعه واحده وهتطفيه، وهتسيبيه في قلب الفرن ساعتين 3. بس الفرن طبعا مطفي وما تفتحيش عليه ولا اي حاجه، وتقفليه كويس عشان ده اللي هيحبس معاكي الحراره ويسوي معاكي العرق كويس. وهدخله الفرن. انا هسيبه الحجم ده ياخد معايا حوالي 3 ساعات، ممكن لو اصغر ياخد معاكي ساعتين، انما معايا العرق حجمه كبير شويه. دلوقتي معايا عرق التربينكو بعد ما استوى طلعته من الفرن. شايفين ما شاء الله شكله خد معايا بالظبط في الفرن 3 ساعات. بسم الله الرحمن الرحيم. شيلته كده وسيبه يبرد تماما قبل التقطيع. انت ممكن تعمليه قبلها بيوم وتسيبيه يبرد، وبعدها تلفيه في ورق زبده وورق فويل وتدخليه للتلاجة او الفريزر عادي. يعني انت لو عندك مناسبه ممكن تعمليه قبلها بيوم او 2، ويبقى جاهز عندك تطلعيه تحط عليه الصوص بس. طبعا اللي نازل منه ده مش هنرميه، ده اهم حاجه هنحتاجه معانا ان شاء الله. نازل معانا من العرق ده مش هنرميه طبعا، نستعمله مع بعض دلوقتي ونعمل منه احلى صوص. هنصفي منه كده الاول شويه شوربه كده لوحدهم كده، نركنهم على جنب. وبقيه الخليط ده هاخده اضربه في الخلاط او بالهاند بلندر، بس المهم تنعميه خالص، وبعد ما تضربيه تعديه على المصفى عشان ما يبقاش فيه اي كتل. ودلوقتي معايا طاسه على النار، حطيت فيها معلقتين من الزبده ومعلقه من الزيت، وانزل عليهم بفلفل الوان من كل حاجه قرن واحد، اشوحهم كده لحد ما يفضلوا معايا. وممكن تقطعي معاهم طماطمايه جزرات مع الخضار بعد ما دبل. انزل عليه بمعلقه كبيره من بودره الدمجلاس، ينزل عليهم في الخضار اللي انا ضرباه في الخلاط بس. وممكن في الخطوه دي ما تحطيش فلفل، وتحطي معلقه زبده ومعلقه دقيق وتشوحهم كانك رايحه تعملي بشاميل، وبعدها تنزلي عليهم بالصوص. بس انا النهارده هنعمل معاكم صوص جديد وطعمه تحفه. وانزل عليهم كده بكريمه طهي. بسم الله. وممكن تستغنى عن كريمه الطهي لو مش موجود. وهنا كده معايا الصوص بعد ما غلي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد منه كده شويه في طاسه تانية، لان ده طبعا قوامه اتقل. وهنزل بالشوربه اللي كنت شايلاها في الاول لوحدها قبل ما اضرب الخضار، عشان انا عاوزه اخف الصوص ده، لان انا ادخله الفرن وعاوزه اللحمه تشرب من الصوص. يعني انت بتدوقيه لو محتاج ملح بتظبطي له الملح. ودلوقتي معايا عرق التربينكو بعد ما سبته برد. انا سبته حوالي ساعتين، وحشت
الخيط من عليه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ما شاء الله شكله. انا هشت اول جزء بس كده. بسم الله. هتقطعيه كده السمك طبعا اللي انت حباه. بسم الله. شايفين ما شاء الله شكل تسويه اللحمه. شايفين اللحمه مستويه والصوص جواها. شايفين ما شاء الله. معانا الصينيه اللي هسوي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هضيف فيها نص كميه الصوص من تحت. الصوص ده اللي احنا عاملينه مع بعض وخلطناه بالشوربه. بسم الله. واضيف شرايح اللحمه على وش الصوص كده. صوص تحتها وصوص فوق عشان تشرب من الصوص. ونحط بقيه الصوص على وشها كده. ندخله الفرن على درجه حراره 200 متولع من تحت بس. ياخد معايا من 15 ل 20 دقيقه. معايا رز بني. بسم الله. واضيف على وشها كده من الصوص اللي انا شلته اللي كان تقيل الاول قبل ما اخف بقيه الصوص بالشرب. وهنا معانا الصينيه اللي مدخلينها الفرن. شايفين ما شاء الله. طبعا لو سالتنا عن راي الطريقتين احلى من بعض، بس دي بتبقى اللحمه دايبه شويه اللي بيحب اللحمه دايبه وشاربه من الصوص زياده، انما دي بتبقى اللحمه ماسكه نفسها وعلى وشها الصوص كده بتزودي بس. او لو حابين طريقه الرز البني اكتبوا لي وانا انزلها. لو عجبكم وصفتنا النهارده اعملوا لنا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.